كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بينا النهارده هنعمل ألذ وأطعم فته ضاني، بجد طعمها تحفه جدا وممكن تستخدمي اي نوع لحمه. هنجيب هنا حله هنحط عليها معلقه كبيره من السمنه تسخن كويس. اهم حاجه ما سخنت كده كويس معانا هننزل كده باللحمه، طبعا اي نوع لحمه ممكن تستخدمي في الوصفه دي، مش شرط تكون لحمه ضاني. هنديلها طبعا صدمه حلوه جدا من الجنبين، اهم حاجه تاخد صدمه معاكي اللحمه بالشكل ده. هنسيبها كده لمدة دقيقتين كده تاخد تشويحة طبعا حلوة. مش هنقلب فيها كتير كده. خلاص طبعا جهزت معانا اللحمة، اخر صدمة حلوة جدا. بعد كده هنجهز هنا البوكيه جرنيه بتاعنا، طماطمايه وبصله متوسطين، وهنحط كمان ورق لوري، وهنحط كمان فلفل اسود حب. طبعا مش هنحط الفلفل الاسود البودرة علشان الشوربة ما تغمقش معانا كده. خلاص هنديلها كده تشويحة كده بسيطة، وبعد كده هننزل عليها بالمية السخنة. هنقلبها كده. طبعا الملح اخر حاجة علشان طبعا اللحمة تستوي معانا بسرعة. هنغطيها ونسيبها تستوي. هنجهز طبعا هنا الصلصة بتاعتنا بتاعة الفتة. هنحط هنا معلقة كبيرة من السمنة تسخن كده كويس معانا. بعد كده هكون مجهزة توم مفروم ناعم، معلقة كبيرة كده من التوم، وهنشوحها. اقولك على تركية حلوة جدا هتخلي معاكي الفتة طعمها حلو جدا. هنقلبها كده كويس قبل طبعا ما تاخد اللون بتاعها اللون الذهبي. هنحط لها معلقة كبيرة من الكزبرة البودرة، هنسيبها كده قبل ما تاخد اللون بتاعها. خلاص كده قربت. كده طبعا جاهزة معانا. هنحط معلقة الكزبرة وهنقلبها كده معاها ثانيتين كده تحمر معانا كده التومة تاخد لون ذهبي كده حلو. اهم حاجة ما تتحرقش معاكي كده. جاهزة معانا. بعد كده هنحط 4 معالق كبار من الخل، هنطفيها كده بيها. شايفين لازم ريحة الخل كمان تطلع كده، وهتسيبيها كده لمدة ثانيتين كده قبل ما نحط الصلصة. دي تركية حلوة جدا بتخلي معاكي الفتة طعمها روعة اوي. بعد كده هنحط هنا معلقة صغيرة من السكر. طبعا احنا الملح كنا حاطينه الاول مع التوم. هنحط معلقة كبيرة من الصلصة، هنقلبها كده. وبعد كده هكون مجهزة 4 كوبايات من عصير الطماطم. طبعا الطماطم دي ضربينها كده كويس ومصفيينها. بعد كده هنحط هنا الملح، وهنحط فلفل اسود، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هنقلب كده الصلصة كده كويس. بعد كده هنغطيها وهنسيبها لحد ما تتسبك معانا. هنسيبها كده حوالي ربع ساعة وهتبقى معاكي الصلصة جاهزة كده. خلاص شايفين الصلصة اتسبكت معانا وريحتها حلوة قوي على فكرة. هنركنها طبعا على جنب كده، خلصت معانا. بعد كده طبعا هنيجي هنا عند اللحمة وهنشوفها. طبعا اللحمة استوت معانا. لما تنقص معاكي الشوربة طبعا هتزودي مية تكون سخنة بتغلي معاكي كده. خلاص جهزت معانا اللحمة دايبة دوب. طبعا الملح بتاعها حطيناه اخر قبل ما نطلعها ب10 دقايق. بعد كده هنجهز هنا طبعا الرز. هنحط هنا 3 معالق كبار من الزيت، وعندي هنا 3 كوبايات من الرز المصري العادي. طبعا لازم نقلبه الاول، نديله تشويحه حلوه جدا قبل ما نحط الميه. لازم كده كل حبايه طبعا تاخد صدمه علشان يطلع معاك الرز كده مفلفل وحلو قوي كده. طبعا الرز كده اخد صدمه حلوه جدا وسخن معانا الرز. بعد كده طبعا هنديله كده تقليبه، على طول هنحط طبعا من الشوربه اللي احنا سلقنا بيها اللحمه. طبعا الشوربه لازم تكون سخنه معاكي، وطبعا بيبقى طعمه حلو جدا. انتوا عارفين طبعا الرز لما نعمله بشوربه بيطلع طعمه حلو قوي كده. طبعا خلاص هنحط طبعا الكميه المظبوطه جدا، وهنحط طبعا الملح بتاعنا نظبطه. وبعد كده هنغطيه وهنسيبه يستوي. اول حاجه طبعا على نار عاليه. بعد كده بعد ما تشرب معاكي هنديله كده تقليبه، وبعد كده هنهدي النار عليه. لو احتاج معاكي ممكن تزودي ميه سخنه، وممكن تزودي شوربه تكون سخنه معاكي. بعد كده طبعا هنا في طاسه عايزين نحمر العيش بتاعنا. هنحط معلقتين من الزيت، وهنحط طبعا العيش البلدي بتاعنا نكون مقطعينه بالشكل ده علشان كده يبقى شكله حلو في التقديم. وهنقلبه طبعا. هتفضلي تقلبي طبعا على نار تكون هاديه معاكي علشان العيش ما يتحرقش.
لو حابه طبعا تحطيه في الفرن طبعا هتعملي بنفس الطريقه دي بشويه زيت كده وتدخلي الفرن ياخد لون معاكي ويتحمص، وما بين كل لحظه والتانيه لازم تقلبي فيه علشان ياخد لون واحد. طبعا العيش بتاعنا طبعا اتحمص واخد تحميصه كده خفيفه. طبعا هنحط هنا معلقتين من الزيت، وهنحط كده نص معلقه صغيره من الثوم، وهنحطها كده وهنسيبها كده تتقلب مع العيش، هتديكي طعم حلو جدا مع العيش، حلو قوي. هنقلب طبعا في العيش كده من وقت للتاني لحد ما ياخد تحميصه حلو قوي كده. طبعا العيش جاهز معانا، هنرفعه طبعا على طول كده. بعد كده هنجيب هنا طبق التقديم بتاعنا، هنحط اول طبقه من العيش المحمص، وبعد كده طبعا هنحط الطبقه التانية من الرز. هنحط الاول قبل ما نحط الرز هنحط كده كبشه كده خفيفه كده من الشوربه، وبعد كده هنوزع الرز بتاعنا بالشكل ده. الرز زي ما انتم شايفين جميل جدا ومفلفل الرزايه، امشوا بس بنفس الخطوات وتطلع معاك الرز بتاع الفته مش معجن وهيطلع معاك حلو كده. طبعا جاهز معانا. هنجيب هنا الصلصه هنوزعها بالشكل ده. طبعا فكره التقديم زي ما انت حابه تقدميه بالطريقه اللي انت حباها. طبعا وزعنا الصلصه بتاعتنا بالطريقه دي. بعد كده طبعا هنحمر اللحمه بتاعتنا بشويه سمنه كده ونشوحها وتتقدم بألف هنا وشفا. عملنا النهارده ألذ وأطعم طبق فته مصري ممكن تعمليه وامشي بنفس الخطوات ويطلع معاكي طعمه تحفه جدا. كانت معاكم اسماء ابو الخير. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشتراك.